جمعت لكم شويه حاجات هبهركم ان شاء الله. ازاي نضحك على نفسنا واحنا عاملين دايت؟ يعني انا عامله دايت هفضل متنكده وزعلانه، ولا في شويه حاجات كده ممكن يبقوا موجودين في البيت وممكن لا طبعا، بس لو موجوده عندي الحاجات دي في البيت او ناويه اشتريها وانا عامله دايت هتوفر عليا شويه النكد بتوع ان انا عامله دايت ما باكلش ما بشربش ما بتكلمش ما بعملش ايه. بصوا هنبدا بالصح. الصح بيقول ان احنا لو عايزين ناكل حاجه حلوه ناكل تمر، والحقيقه انه حلو قوي 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 فعلا، وبيبقى مسكر كده، وساعات بيظبط معانا وساعات لا بصراحه، وساعات بنزهق، وساعات مع القهوه في ناس بتحب تاخد تمرايه 2 تمام اهو، بالمكسرات، بزبده الفول السوداني، بزبده اسمه ايه ده، الفستق، اي حاجه من الحاجات دي هتفرق قوي قوي قوي. طيب ممكن اعمل ايه كمان بالتمر برضو او بالبلح؟ يعني حاجه رمضان بقى اولها البلح ده، عارفين البلح الناشف او السكري اي حاجه. انا بحط البلح كده في ميه وبحط عليه لبن، بس مش كتير، لبن كامل الدسم عادي تمام على الميه عشان ما تبقاش كل الكميه لبن تمام. ده بالنسبه فيما يخص التمر. وطبعا ايه ممكن اخد برضو تمر بالطحينه كده عادي. دي الشوكولاته الدارك حلوه جدا جدا، بس ساعات بتبقى غلسه، بس ساعات بتمشي بصراحه. بقول لكم بتقعد معايا لحد ما اخلص دايت واخس وانبسط ويبقى فيه مكعب كده تمام، عشان ما بحبهاش قوي. بس ساعات بقى بتبقى واحده كتكات صغنونه دي عادي جدا. انا جبتها الدارك، ولو مش عايزين الدارك مفيش مشكله، بس دي تريت كده تحسوا ان انتوا الله. فسعراتها لذيذه، وممكن عادي جدا بعد الاكل تاخدي واحده، او مع القهوه تاخدي واحده اللي هي صباعين يعني، بس اصغر حاجه دي. وده بسكوت بيمبو خطير ولذيذ ولطيف ومتسكر بستيفيا، واحد كلاسيك وواحد بالزبيب، تحفه. من الزبادي اللي بالفاكهه، بس الزبادي اليوناني طبعا هو في نسبه سكر بس تمام برضو شغال اوكي، في نسبه بروتين، وساعات ببقى عايزه اكل حاجه حلوه. عندنا كمان المربى اللي بالعسل دي اهي تحفه، دوروا عليها هتلاقوها بالعسل، ممكن تبقى لطيفه جدا وظريفه جدا للناس اللي عامله دايت. وحاجه رمضان بقى من يميش اللي هي تين، مشمشيه، قراصيه. اولا القراصيه من الحاجات اللذيذه جدا للناس اللي تعاني من الامساك اثناء الدايت، وفي نفس الوقت حاجه حلوه لو احنا عايزين ناكل حاجه حلوه، عايزين نحطها زي الخشاف كده ونحط عليها ميه وناكلها اذا خشاف اوكي، واحده 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 تقطعوا صغنون قوي مع البلح بلحيه وميه ونشربها كده ونحس ان احنا اكلنا حاجه حلوه عادي يا جماعه جدا مفيش اي مشكله. عندنا بقى حاجه من الحاجات اللذيذه قوي، وهي زبده الفول السوداني اللي ممكن ناخد منها معلقه مع تفاحه خضراء وكده وسناك كده لذيذ، او بديل عشاء لذيذ قوي قوي قوي. عندنا كمان مشروب من المشروبات الحلوه قوي، ده كركديه منقوع في ميه اوكي تمام، بصفيه خالص وبحط عليه، حطيت تلج، شرايح ليمون زي ما احنا شايفين، سباركلينج ووتر اللي هي المياه الفواره، كبديل عن الحاجات اللي بتشربوها كلها اللي هي المياه الغازيه يعني اوكي. كده كده هي لوحدها كمياه عاديه جدا لذيذه قوي، هتحسسكم ان انتوا شربتوا حاجه وبتهضم وكده، ولذيذه جدا بعد الاكل. عايزينها بطعم نحطها مع كركديه وليمون، وممكن يتحط معاه الفانيلا اللي بالبرتقال بتدي طعم حلو قوي 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 اهي اوكي، يبقوا حطوها، او ما زهر او ما ورد برضو بيطلع تحفه. عايزين تسكروه بقى بسكر دايت اوكي، بس ما تحطوش كميه كبيره، لو هتحطوا عسل برضو مش كميه كبيره. ما تنسوش البوب كورن معانا، ناخد كوبايه كده كبيره. وايه كمان، بس كده كفايه كده النهارده صح؟